لكن الحقيقة هي الكلمة هي التي تفرض نفسها. وربما هناك شعراء مغمورين وربما هناك مشهورين، ولكن الجمهور والمتذوقين هم من يضعون الشاعر في المكان الذي يريده. لذلك هذا أمر يعني ربما يختلف فيه من متذوق إلى آخر. ربما يكون ما هو شاعر هامش عندك، ولكن عند الآخر هو شاعر له القدح المعلى. فهذا الجانب الأول من. أما عن قضية التواصل بين الأجيال، فهناك عتب على الأدباء الكبار الذين رسموا في خريطة العالم بحروفها أن يتواصلوا مع الشباب وألا يقفون ينظرون إليه من بعيد. نحن في حاجة ماسة أن نختلط الأديب مع الشاعر، حتى في الأخير ربما يكون هناك إنتاج خاص مرموق راقي يخاطب جميع الثقافات، يصل ما بين أو يردم الهوة ما بين الأديب والشاعر الكبير وشعراء من هذه الأجيال الجديدة الذين يعني يتسلقون بداية أو يصعدون خطوة في مشوارهم الشعري. دعني أعود معك إلى عالم الشاعر علي بن محمد الغامدي الشعري. طبعا إذا أردت أن أتساءل عن المؤسس الحقيقي الذي يؤسس ثقافتك الشعرية. في الحقيقة هناك عدة شعراء. أنا أعشق بالدرجة الأولى مهندس الكلمة الأمير بدر بن الحسين، وأعشق هذه المدرسة التي ينتمي إليها، فهو جزم الكلمة ويختصر كثير من الكلمات، ولكنها كلمات عميقة جدا ولها مدلولات كثيرة جدا. المتذوق ينصت إليها ويذهب بالخيال بعيد حتى يفسر هذه الكلمات. هناك كذلك الشاعر الراحل طلال الرشيد، وهناك الشاعر الأمير عبد الرحمن بن مساعد وغيره من الشعراء. هؤلاء كلهم يكتبون يعني كتابات حقيقة تنتمي إلى المدرسة القديمة وتنتمي إلى المدرسة الجديدة، والكل من الجمهور أو من المتعطشين أو متذوقين الشعر يقدرون تماما هذه القامات وهذه الهامات، وأنا كذلك أنا أقدر هذه الهامات وأتشرف بها. وإلى أي حد البيئة المحلية والمحيط المعاش له ذلك التأثير القوي في كتابتك الشعرية؟ أكيد طبعا. الحياة الاجتماعية ما يواجه الإنسان من أناس من ثقافات متعددة، لابد أن الشاعر يكتب للناس ولا يكتب لنفسه. ربما يرى مشهد أو يرى موقف ثم بعد ذلك تنطلق الكلمات من حيث لا يدري في قالب جميل يعبر عن الوجدان ويعبر عن مشاعر وأحاسيس راقية ترتقي للمشهد. هل يمكن يعني تصنيفك الشاعر علي بن محمد الغامدي ضمن الجيل الثالث للحداثة الشعرية السعودية؟ أنا أعشق تحديث المفرد ولكن في إطارها، وأنا دائما أطلب من السامع أو المتذوق الحكم أن هذه الكلمات التي نسعى إلى تحديثها أو إيجاد تلك الجمل الموسيقية الرنانة التي تحمل معنى وإيقاع جميل، فالهدف في النهاية الوصول إلى مشاعر الإنسان وحاسس. نعم، بحضورك إلى المغرب وإلى فاس ومن خلال هذا الحوار الشيق نستشف بشكل جلي الرهانات الكبرى التي تحملها كشاعر عربي والهموم التي تثقل بها يعني أو تثقل بها كاهلك كشاعر يعني عربي من خلال ما نعيشه الموسمية في مثل هذه الأمسيات الشعرية التي تبقى موسمية واستثنائية بين الفينة والأخرى. إلى أي حد يمكن أن نحقق الرهانات المطلوبة في ظل هذه الأمسية؟ في الحقيقة هي عدة أدوات لو اجتمعت لنجح كثير من الشعراء ونجح كثير من الأمسيات الشعرية. يمكن تقصد هذا الجانب، فعندما يصافح الإعلام الشعراء ويضعهم في المكان المناسب راح تجد هذه الأمسيات يافعة ويانعة وتقطف زهورها كل فصل وفي كل حين، ولكن بشريطة أن يكون هناك مصافحة حقيقية بين الإعلام والشعر.
بكل تأكيد، وهذا يبدو جليا من خلال هذا اللقاء والمصافحة الحقيقية التي نتصافح من خلالها في هذا اللقاء الإذاعي الحميمي. يعني حتى نختتم هذه الجلسة الكريمة برفقتك الشاعر الغامدي، ماذا يمكن أن يقول الشاعر الغامدي عن نفسه شاعرا قبل أن يكون إنسانا؟ قبل أن أتكلم أو أتحدث عن نفسي، وأنا دائما أحب أن كلماتي وشعري التي تصل إلى قلوب الناس هي التي تحدثهم عني قبل أن أتحدث عن نفسي. في الحقيقة هناك بعض الكلمات والرسائل التي أتمنى أن تصل لكل الشعب المغربي. كنت أسمع سابقا أن هناك جماعة حباها الله بلاد المغرب، وربما بعض الناس أو بعض البشر يحصر هذا الجمال في مناطق ضيقة، ولكنني اليوم أشاهد هذا الجمال ينسحب على جميع مجالات أهل المغرب، في الشعر، في الأدب، في المعاملة، في الإعلام، في الحضر، في الاستقبال، في كل مكان. هذا الجمال عبر عن بلاد المغرب بشكل جيد، أشاهده وألامسه وأنا اليوم في وسط الجنان في بلدي الثاني فاس. نعم. عشت أمسية جميلة شعرية بقلب مدينة الدار البيضاء، الآن أنت في أمسية شعرية أخرى أجمل بقلب مدينة فاس. كيف عايشت التجربة الشعرية المغربية؟ عايشتها حقيقة يعني أستاذة فاطمة لها يعني اتصال من خلال الانترنت وغيرها من الاتصالات معي، وجدت فيها حقيقة حبها للأدب، حبها لنقل ثقافة الشعر سواء السعودية أو غير السعودية إلى بلاد المغرب. يعني أنا شاركت سابقا في معرض الكتاب الذي تم إقامته ربما في كازا أو في الدار البيضاء، واتصل التلفزيون المغاربي علي وتم هناك حوار، وأنا قلت أن الشعب المغاربي هو متذوق راقي للكلمة ويحترم الشعراء ويقدم لهم المجال الذي يستحقونه، وأكبر دليل أنني أنا بين أيديكم الآن. نعم، وبين أيدينا تكون منظر إن شاء الله بإلقاء قصيدة جميلة مما سنستمع لها، مما ستشرف به الأسماء في هذه الأمسية ولو مجرد أبيات نختتم بها طبعا هذا اللقاء الحميم. أنا من الناس اللي ينسون كثيرا يعني في ضمن الكتابات الكثيرة، ولكن ربما يعني هناك أبيات بسيطة يعني ربما أرجوك أقول فيها، وهي بعنوان مختلف، قصيدة مختلف. أقول فيها أرجوك لا يكفي الشوق بدري، كنت أحتري ما أحتري، كيف أبدأ كيف أجيب، دخيل عينك خل الظنون، الحقيقة تكبر في غلاك، والشوق معي عزيز، آتي مختلف، تسبقني أغلى هدايا، أولها هذا الحلم. بالسلام. كم تفضل. راح تستمعون لها إن شاء الله في الأمسية، وأنا أهديت لكم ديوان كاملة، وأتمنى أن يذاع من خلال إذاعتكم مرة فيها. بكل تأكيد كما كنت ضيفا عزيزا علي الأستاذ محمد الغامدي قادما إلينا من الديار السعودية الشقيقة مرة أخرى. شكرا لك على تلبية دعوة البرنامج وعلى الموافقة. أشكركم وأشكر حقيقة بلاد المغرب العريقة التي تحتضن المواهب وتهتم بالكلمة وتهتم بالشعر والرواية. أشكركم جميعا في هذه الدار، وأشكر الأستاذة فاطمة على هذه الترتيبات الجميلة الراقية والتنسيق رغم عناء السفر ورغم بعد المسافة، إلا أننا يجمعنا هم واحد وهو أن نعيش الشعر اليوم. بكل تأكيد. شكرا لك أستاذ. شكرا.